في صبيحة 2/8 وكان يوم خميس في آخر الصيف تفاجأنا بالغزو. يعني الصبح أنا كنت قاعد أتريق ولاحظت الدبابات على الدائر الرابع. ذهلنا في الأول، ما كنا مستوعبين، لكن مع كل كنت لازم أسوي واجبي، فلبست. وأتوقع أن بحدود 10 أنا كنت في مستشفى الولادة ساعتها. رحنا هناك ما شاء الله، كانوا إخواننا الدكاترة العرب كلهم موجودين، وكانوا كلهم سبورتيف ومساندين حقنا في هذه اللحظة. وقالوا لنا في الفترة هذه إحنا ما إحنا عارفين شو السالفة، قعدوا ببيوتكم وليه ما نعرف شو السالفة، وإحنا مستعدين إن إحنا نغطي عنكم. طبعاً الفترة هذه خذت لها 2-3 أيام، على الاثنين بدينا دواماتنا عادي. سبحان الله شلون صار الوضع، لكن لقينا نفسنا قاعد نشتغل. قسمنا الدوامات وقسمنا الخفارات بسلاسة مطلقة، وكل واحد واثق بالثاني، كل واحد عارف إنه عنده من يسنده وعنده من يلجأ إليه إذا احتاج الأمر. توزعت الخفارات على جروبات الطبيبات والأطباء. خلص شهر 8 وبداية 9 غادروا معظم الدكاترة العرب، وظلينا إحنا الكويتيين وقلة من غير الكويتيين. تقسمنا إلى جروبات صغيرة، كنا إحنا البنات ناخذ خفارة من 9 ل5، كنا 2 تقريبا على كل 4 أيام نداوم من 9 ل5، والأولاد ياخذون الشفت اللي هو من 5 إلى نهار ثاني الصبح. فالغريب إن الأمر مر بسلاسة. يعني أنت تتصور إن إحنا أوكي تركونا وهدونا وطلعوا عنا، وإن إحنا بروحنا إن إحنا راح نشعر بالسخط والاستياء، لكن مع ذلك ما كان في تفكير، ما كان في أي مثلا أي قلق، لأن إحنا بواجبنا نبي نأديه، ما في سؤال ثاني، ما في تفكير ثاني. أنت لازم تؤدي واجبك وبعدين يصير خير. اللي كان عندنا كل الإيمان وكل الثقة إن الأمور راح تنتهي على خير. ما ندري شنو هي المدة المحددة، لكن كملنا تقريبا 7 أشهر وإحنا نشتغل. تقريبا على شهر 10 كل اللي بغادر غادر، وظلينا إحنا الكويتيين الأغلبية موجودين بالكويت. فاشتغلنا مثل ما اشتغل الكويتيين خبازين واللي يشيلون الزبالة، احنا اشتغلنا الأطباء، واشتغلنا بسلاسة، اشتغلنا بترتيب، اشتغلنا بالمصادر اللي عندنا. احيانا كانت تكون قليلة، احيانا تكون الاشياء متوفرة. في فترات ما كان عندنا حتى شراشف ان نغطي فيها المرضى، لكن اشتغلنا وعالجنا كل الحالات. كنا ندخل المستشفى وهي محاطة بالدبابات، لكن الروح كانت مستقرة، ما كان عندنا ذاك الخوف. ندخل الدبابات، وخصوصا مستشفى الولادة لأن على البحر، يعني تدخل أنت ثكنة عسكرية، لكن أنت من تدخل المستشفى أنت تؤدي عملك، والناس كانت تيجي وكنا نعالجها. كان روح التعاون جدا جميلة بين الأطباء. ما في أي نوع من أي مشاعر سلبية. ما يعني اللي داوموا هم الناس اللي تقدروا يتغلبون على مشاعر الخوف وعلى مشاعر القلق وعلى الرهبة. فهم اوريدي تغلبوا على هذا، وفقط بس عندهم نداء الواجب، لازم هذا الواجب يأدونه، فكانوا يجون. فتقريبا كان في بيننا شيء مشترك، ان احنا كل بولنا نشتغل، وربي ان شاء الله راح يكتب الخير. مر الأمر ومرت الأشهر ودخلنا بالشتاء، ومثل ما قلت ما كنا ندري شنو راح ينتهي الوضع. يعني أنا مع إن مثلا لما كنا نطلع ونروح مستشفى الولادة، أنا ما أدري إذا كنت راح أرجع ولا لا. كان زوجي ياخذ عيالي الصغار ب3 سنين وسنة ونص، عشان العراقيين ما ياخذونه، لما يشوفون معاه أطفال ما راح ياخذونه أسير. فكان تخيل الأولاد هذيل الاثنين درع الحماية بالنسبة له، فكان يوصلني وأنا ما أدري راح أرجع بيتي ولا لا. لكن الحمد لله تم الأمر. الروح كانت دائما طيبة،
بين الموجودين، كان روح التعاون موجودة فيه على كل المجالات، سواء بالفريج اللي احنا قاعدين فيه، سواء بالجمعيات، بالدوام، أيا كان. كنت تطلع، طبعا الشوارع ما كانت زحمة، حتى الناس العسكريين اللي كان يسوون نقاط التفتيش ما شفت منهم ذاك السوء، لأن كانوا يشوفونك أنت مرتاح، إنك أنت مو خايف، أنت ما يعني مو هيبان منهم، فيعاملون، مضطرين إنهم يعاملونك باحترام لأنك أنت محترم نفسك، وإحنا كويتيين واثقين. مشت الأمور، وما كان أحد يحاتي إنه يعني الحمد لله الكويت فيها خير وايد، ووفرت أشياء وايد، والحكومة ما قصرت، لولا أنها كانت برا البلد لكن كانت تتابع حالاتنا وتطرش لنا الأشياء، وكنا واثقين أن ظهرنا بالحكومة الموجودة وبحكامنا أن هم راح يقومون فينا، كنا مطمنين. ما أقدر أقول لك أن إحنا كنا خايفين. صح أن العيشة كانت مو حلوة، يعني ديرتك راحت، بس عندك ذاك الإيمان وذاك الثقة أن الأمور راح تنتهي على خير. في ناس قالوا راح تنتهي بعد شهر، في ناس قالوا بعد 3 أشهر، لكن انتهت. صح، خذ منا 7 أشهر من وقتنا، وأدينا واجبنا ورجعت لنا دولتنا أحسن مما كان بعد.